ده جارسك البطل بتاع فيلمنا، اما دي فبتكون ناندو. وقبل ما نبدأ فيلمنا يا ريت ندعم ونشترك في قناة خلاصة الفيلم 2 لأن قناتهم الأساسية فيها مشكلة وللأسف ممكن تتقفل، وقناتهم التانية هتتقفل في أول الشهر، وعلشان كده عملوا قناة جديدة. وخلينا كلنا ندعمهم ونقف جنبهم ونشترك معاهم، وهتلاقوا لينك القناة موجود في الوصف، وهناك هتشوفوا فيديوهات كتير هتعجبكم. ويلا بينا نكمل حكايتنا النهاردة. وبيبدأ فيلمنا وجارسك بيتخرج من الجامعة وبيقول الخطاب بتاعه وبيشكر والده علشان سمح له ياخد اجازة سنة بعد التخرج، وبيبان على ابوه انه متضايق لانه في الاساس ما قالهوش حاجة. ولما بيكونوا في الطريق بينزل ابوه من العربية وبيهزق فيه على الكلام اللي قاله في الحفلة، وهو بيترجاه يديله مهلة سنة يسافر فيها ويحس بحريته. وفي نهاية الامر ابوه بيوافق على كلامه، ولما بيكون في الطريق للمطار بيلاقي ولد صغير بيبيع طيور فبيشتريها منه، وبدل ما ياخدها بيقرر يحررها وبيطيرها قدامه. وبعدها بيسافر اوروبا وبيلف كذا دولة وبيقضيها رقص واغاني وبيكون فرحان جدا. ومن ناحية تانية ناندو بتلاقي الطيور اللي حررها جارسك وبتخاف عليهم من المطر، ووقتها بتقرر تاخدهم وعايزة تربيهم، وبتروح لمحل حيوانات علشان تشتري اكلهم. فبيشوفها الولد الصغير وبيتعرف على الطيور وبيحكي لها حكاية الشاب اللي اشتراهم وحررهم، وبتطلب منه لو شافه تاني يشكره بالنيابة عنها. وبعد ما بيعدي 6 شهور جارسك بيرجع للهند تاني، ولما بيكون في الطريق بيشوف ناندو بالصدفة قدامه وبيعجب بجمالها جدا وشكلها دخلت دماغه. لا وكمان بتساعد الاطفال وبتحميهم من انهم يتغرقوا، وده بيخلي جارسك يعجب بيها اكتر واكتر. واول ما بينزل من التاكسي بيدور عليها لكن بيلاقيها اختفت وملهاش اي وجود. وبعدها بيوصل البيت وابوه بيقول له فاضل 6 شهور على المهله اللي انا اديتها لك، فبيقول له انا عايز الف كتاب ولسه مش عارف قصته ايه. فبيتضايق من ابنه علشان بيضيع مستقبله في كلام فارغ. ولما بيقعد لوحده بيبدا يالف الكتاب لكن مش عارف يبدا منين وعمال بيفكر، لحد ما بيشوف ناندو في خياله وبيقرر يسمي الكتاب من اجل ليلى. وبعدها بيقابل الولد الصغير وبيوصله شكر ناندو، وساعتها بيساله عن اسامي الطيور فبيقول له هروح اسالها وهرجع لك تاني. وبعدها بيقابل اصحابه وبيحكي لهم عن البنت اللي شافها وحبها من اول نظره، وللاسف ما يعرفش هي مين ولا قادر يوصل لها، وانه هيالف كتاب مخصوص علشان خاطرها. ومن ناحيه تانية ناندو قاعده مع اصحابها في مطعم، وفي نفس الوقت بيدخل جارسك واصحابه المكان وبيروح لواحده صاحبه بيحبها واسمها بندو، وبيعمل خدع عليها وبيقول لها تسيب صاحبه وتحبه هو، لكن بترفضه وبتكون متمسكه بحبيبها. ووقتها ناندو بتكون شايفه كل حاجه وهو مش عارف انها موجوده في المكان، فبتتضايق جدا من المنظر وبتسيب المكان وتمشي. وساعتها اصحاب جارسك بيروحوا له وبيقدر يجمعهم هما الاتنين مع بعض. وصاحبه ناندو بتبعت لجارسك طلب صداقه على الفيس وهو بيقبله وبيتكلموا شات فورا وبيطلب يقابلها، وده بيخلي ناندو تتاكد اكتر ان هو انسان واطي. وبعدها بتشوف الولد الصغير وبيسالها عن اسامي الطيور علشان يقول لجارسك، فبتعجبها فكره الاسامي وبتقول انهم مان وليلى. وتاني يوم جارسك بيقابل صاحبة ناندو وبيلاقيها معجبة بيه، فبيقول لها انا بحب واحدة تانية ومش عارف مكانها فين. وفي نفس الوقت ناندو بتوصل للمطعم وبتشوفه بيتصور مع صاحبتها وهما الاتنين اخر انسجام مع بعض. ولما بيكون ماشي بيلاقيها قدامه بالصدفة وما بيكونش قادر يصدق نفسه، واول ما بيحاول يوصل لها بيلاقيها اختفت تاني وملهاش اي وجود. وبعدها بيقابل الولد وبيعرف منه اسامي الطيور وبيقول له البنت طلبت رقم تليفونك، فبيرفض يديله الرقم علشان بيحب واحدة تانية. وساعتها ناندو بتعرف والولد بيحكي لها كل حاجة وبتحس قد ايه هو عنده وفاء للبنت اللي بيحبها. وتاني يوم جارسك بيشوف ناندو ماشية في الشارع فبيجري وراها وبيحاول يوصل لها، وفي عربية بتخبطه وبيعرض حياته للخطر وبتمسك الشال بتاعها وبتربط ايديه وبتحاول تنقذه. ولما بيفوق وبيلاقيها قدام عينيه بيقول لها انا بحبك، وساعتها بتستغرب كلامه وبتسيبه وتمشي. وبعدها بيعرف انها بتدرس في معهد للكورسات. ولما بيرجع البيت بيحكي لاخته انه واقع في حب واحده ولحد دلوقتي مش عارف اسمها ايه. وتاني يوم ناندو بتروح معهد الكورسات وبتتفاجئ بجارسك موجود في المدرج، وبتعرف انه طالب جديد والنهارده اول يوم ليه في المكان. وطول المحاضره بتفضل تبص ناحيته وهو مش مركز معاها، وده بيخليها تتضايق جدا ومش فاهمه ايه اللي بيحصل. وبعد المحاضره بترجع للقاعه وبتشوفه ماسك الشال بتاعها وبيفضل يعاكس فيها وبيقول لها بحبك، وهي بترفض لانه مخادع وكذاب وواطي بالنسبه لها. ولما بترجع البيت بتلاقي العيله كلها متجمعه حوالين لابتوب علشان يختاروا لها العريس اللي هتتجوزه، وبتكون موافقه وبتقول لابوها انت هتختار ليا الانسان المناسب لحياتي. ومن ناحيه تانية جارسك بيقابل ابوه وبيقول له انا قررت اجوزك وكمان اخترت لك العروسه، وبيعرفه لو عايز يشوفها فصورها موجوده مع اخته. ولما اخته بتقابله بيرفض يشوف اي حاجه علشان بيحب واحده تانية، وفي نفس الوقت ما يعرفش ان العروسه هي ناندو. وبعدها بيقرر يروح لها علشان يعترف لها ان هو بيحبها، لكن بيجيله تليفون من اصحابه وبيضطر يسيب ناندو وبيطلع يجري
بيجري بسرعة، ولما بيوصل هناك بيلاقيهم مضروبين وفي ناس علمت عليهم، فبيقرر يدافع عنهم وبيفضل يضرب فيهم ومحدش بيكون قادر عليه. وبعدها بيعرف ان ابو بندو هو اللي عمل كده، فبياخدهم للمعبد وبيخليهم يتجوزوا بعض من غير ما حد يعرف. وابوها بيوصل للمكان وبيكون شايفهم ومش قادر يعمل لهم حاجة. وتاني يوم عيلة ناندو وجارسك بيتجمعوا مع بعض، وبيتفاجئ اول ما بيشوفها وبيعرف انها العروسة وبيفرح جدا، وهي للاسف بتتصدم وما بتكونش مبسوطة. وبعدها بيقفوا مع بعض وهي بتقول له انت كذاب وبتاع بنات ومستحيل ترتبط بيه، وهو بيرد عليها وبيقول لها انت بنت مغرورة وشايفة نفسها. ولما بيدخلوا المكان بيلاقوا العيلتين وافقوا على الجوازة بتاعتهم، وهي متضايقة جدا وهو بيكون فرحان. وبعدها ابو بندو بيقابل بلطجي وبيوريه صورة جارسك علشان ينتقم منه. وتاني يوم جارسك وعيلته بيروحوا البيت ناندو، وبيدخل اوضتها وبيبص على صورها وهي صغيرة. ولما بتخرج من الحمام بتتفاجئ بوجوده، وكالعادة بتهزقه وبتطرده بره المكان. وبعدها بيجيله تليفون من صاحبه وبيعرف ان في بلطجية ضربوهم وكسروا الشقة بتاعتهم، لا وكمان بيدوروا عليه علشان يموتوه. فبيقرر ياخد ابو بندو في العربية وبيوريله ازاي بنته سعيدة مع الشخص اللي بتحبه، وبيطلب منه يسامحهم ويرجع من تاني ليهم. وهو بيحس وقتها بالذنب وقد ايه غلط في حقهم. وبعدها بيقابل بنت عمالة بتعيط وبتحكي له اللي حصل، وبيعرف ان في واحد صاحبها اسمه جوجو اخد صورها وعملها فوتوشوب وخلاها صور فاضحة، وبيهدد بنشرها على كل وسائل التواصل الاجتماعي. فبياخد عنوانه وبيروح لبيته وبيفضل يضرب فيهم وبيندمهم على كل حاجة بيعملوها لحد ما بيوصل للموبايل اللي عليه الصور وبيمسحها. وتاني يوم بيقابل ناندو في المطعم وبيقول لها انا بحبك، لكن هي بتهزقه وبتقول له بكرهك ومش عايز اعرفك تاني، وهتروح تبلغ ابوها انها رافضه الجوازه. وفعلا بترجع البيت، لكن بتلاقي ابوها بيتفرج على فيديو عباره عن ذكرياته مع بنته من ساعه ولادتها لحد لحظه خطوبتها، وبيكون فرحان وفخور بيها هي وعريسها. وساعتها بترجع في كلامها وما بتقدرش تبلغه باي حاجه. وتاني يوم جارسك بيبعت لها ورد للبيت وبيطلب يشوفها، وفعلا بتوافق تقابله، وكالعاده بيحاول يقرب منها وعايزها تحس بيه. وهي بتقول له انت زهقتني بكلامك، ولو عرفت تخليني احبك خلال 6 ساعات هفضل معاك طول العمر. وفعلا بيوافق وبيوديها المستشفى الولاده، وبيخليها تشوف حب الاب للمولود بتاعه اول ما بيوصل للدنيا، وبيقول لها انا حب ليكي نقي زي الحب ده. وهي بتتاثر جدا بكلامه وبتحس بيه، لكن بترجع وبتقول له انت انسان كذاب ومستحيل اصدقك. ولما بيكونوا في الشارع بيشوفوا جوجو بالصدفه وبيقرر ينتقم منه. وجارسك بياخد ناندو وبيروح المعبد وبيمارسوا هناك الطقوس الدينيه، وبيوصل لبركه الميه وهو بيتمنى يعيش معاها للابد لانه بيحبها، وهي بتتمنى الامنيه بتاعته ما تتحققش. وفجاه بيظهر جوجو بيحاول يضربه، لكن بيفادي نفسه وبيوقع ناندو في الميه. وهي مستغربه تصرفاته وبتقول له مش عايز اعرفك تاني. وبعد فتره بيروح لدار نشر وبيقابل المدير وبيكون معجب بقصته، وبيقرر في الوقت ده ينشر له الكتاب بتاعه، وبيوقعوا العقود مع بعض والمقابل 25,000. وبيقرر يشتري هديه لناندو باول فلوس يكسبها في حياته، وبيروح لبيتها علشان يوريها لها، وبيقابل كل العيله وبيخليهم يقفوا في البلكونه ومعاهم ناندو. وبنكتشف ان الهديه نجمه في السماء وبيشوفوها بالمنظار، واخد حق تسميتها من وكاله الفضاء والنجوم باسم ناندو، وجايب لها شهاده رسميه باسم النجم وبيثبت كلامه. وهي بتكون فرحانه، لكن بتتحول وبترجع عنيده من تاني. وبيروح يتكلم معاها وبيقول لها بحبك، فبتفضل تهزقه كالعاده وبتقل منه وبتقطع الشهاده وبترميها في وشه وهو مصدوم جدا. وبتقول له انها مش بتحبه ومجبره على الجوازه علشان ابوها ما يزعلش. فبيقول لها انت مجنونه وليه مش عايزه تحسي بحب ليكي. وللاسف فات الكلام لان فرحنا بعد يومين، وبعدها بيسيب المكان ويمشي، وبيكون واقف لوحده وبيكلم النجم بتاعها وبيقول لها انا بحبك وزعلان جدا منك. وساعتها جوجو بيشوفه وعايز ينتقم منه وبيروح يضايقه هو واصحابه، لكن جارسك بيفضل يضرب فيهم وبيدافع عن نفسه وبيتخلص منهم كلهم. وتاني يوم بيروح يستلم نسخه من الكتاب بتاعه بعد ما اتطبع، وبعدها بيجي ميعاد الفرح وبيعملوا كل مراسم الزفاف، لكن فجاه بتقتحم الشرطه المكان وعايزين يقبضوا على جارسك. وبيعرف ان الراجل اللي ضربه امبارح دخل المستشفى واعترف عليه قبل ما يموت، وهو بيكون مصدوم جدا وبيطلب منهم يدوله فرصه نص ساعه لحد ما يتجوز ناندو، لكن ابوه بيضربه بالقلم وبيرفض الجوازه تكمل او يدافع عنه. وبيروح لناندو وبيقول لها يا ريت تكوني مبسوطه واستريحتي مني. ولما بيكون ماشي هي بتفضل تبص له ومستغربه جدا ومش قادره تفهم معنى كلامه. وتاني يوم ابو بندو بيدفع له الكفاله وبيخرجوه من السجن على ضمانته الشخصيه، وفي الفتره دي بيعيش حاله نفسيه صعبه ومش قادر يصدق اللي بيحصل له. وبيروح الولد الصغير يقابل ناندو
ناندو وبيقول لها صاحب الطيور كتب كتاب وقرر يديك نسخة منه، وهي بتاخده ما بتكونش مهتمية خالص بيه لحد ما بتكتشف ان اللي كاتب الكتاب هو جارسك. ولما بتفتحه بتلاقيه كاتب قصة حياته معاها وقد ايه هو بيحبها وما كانش عايز يتخلى عنها او يسيبها، وبتشوفه كاتب كل المواقف اللي حصلت بينهم بالتفصيل. ووقتها بتعرف ان جارسك صاحب الطيور وبتحس بالذنب جدا من ناحيته، فبتنزل لابوها وامها وبتطلب منهم يجوزوها لجارسك. وفعلا ابوها بيروح يقابله وبيطلب منه يتجوز بنته، وبعدها ابوه بيوصل المكان وبيقرر يسامحه، وهو بيرفض يرتبط بناندو لانه ارتكب جريمة قتل، وهي في الاساس ما بتحبهوش واكيد تستاهل واحد احسن منه. لكن فجأة بتظهر ناندو وبتعترف له بحبها وانها عاوزة تتجوزه، وهو ما بيكونش قادر يصدق نفسه وهما الاتنين بيحضنوا بعض. والعيلة كلها بتبارك ليهم وبيسيبوهم علشان يجهزوا الفرح، وبتقدم له ناندو هدية عبارة عن الطيور اللي حررهم زمان، وساعتها بيكتشف ان ناندو هي البنت اللي ربت الطيور بتاعته. ومن هنا بيخلص فيلمنا. لو عجبك الفيديو دوس لايك واعمل اشتراك للقناة وفعل زر الجرس، واستنونا في فيلم جديد.